عاملين ايه؟ وحشتوني. بقالي فترة كده غايبة عنكم بايه بروتينات والحاجات دي، بس قلت ايه اجي اتسلى معاكم بما ان الجو تلج وبكسل اقف في المطبخ زي الاول يعني كده، واعمل اكل كل شوية واصور وكده، فقلت ايه اعمل تغيير المرة دي. التغيير اني انا عايزه اقول لكم او عايزه اسالكم، هنبدا نظافه رمضان امتى ان شاء الله؟ يعني ممكن مثلا في ناس بتبتدي من دلوقتي، مثلا تعمل ايه، حيطه حيطه، ايه تعمل اوضه اوضه كده تنضفها نظافه شامله بقى من فوق لتحت الحيطان كده يعني. فقلت بقى ايه ادردش معاكم. ف وانا بتسلى بعمل ايه روتين كده بسيط. قعدت اسمع اللي هو إيه، الكرتون ده انا بحبه جدا. يعني مش عارفه ده هو ده هنا مونتانا ولا ايه، ولا ما اعرفش يعني، ماليش ابني ما كانش موجود كنت اساله. بس انا بحب الكرتون ده جدا جدا. شغلته كده وقلت ايه اهو واحده واحده اتسلى. طبعا دي مش نظافه رمضان زي ما قلت لكم. إيه انا برضو مش راضيه ابعت الكفرات تتغسل ولا السجاد ولا اي حاجه، علشان مستنيه شويه يعني. هبداها ان شاء الله النظافه دي من قبل رمضان باسبوعين، 15 يوم كده، بحيث ايه في انه يدخل رمضان وتكون الدنيا تمام. يعني انا هبدا مثلا ان انا اكركب المطبخ وانزله حته حته كده وانزل الاطباق، وان شاء الله هحوش يعني هشيل كل الحاجات اللي انا مش محتاجاها في المطبخ، الاطباق او الحلل اللي مش بستخدمها وكده، هحطها في النيش من تحت. وهظبطه هتشوفوني طبعا وانا بعمله. وهودي السجاد طبعا المغسله، وهنضف نظافة شاملة ان شاء الله كل يوم كده. اعمل اوضة، بحيث اني همسك الاوضة دي هخلصها بقى ايه، هعملها نظافة شاملة من فوق الدولاب لتحت الدولاب لتحت السرير لفوق السرير الخشب لكل حاجة ان شاء الله، والكفرات طبعا والسجاد وكله ده هيتغسل. وهفرش اي حاجة كده بديلة، عشان ان شاء الله هفرش السجاد في رمضان بالظبط، يعني قبل رمضان بيومين كده ان شاء الله. فعايزه اعرف طبعا اشتريتوا ايه لرمضان، حتى لو مش لازم طبعا علشان الغلا اللي احنا فيه ده، مش لازم ان احنا نعمل تغيير شامل او نشتري ونكلف نفسنا يعني. كل بيت وماشي بايه، بخطته اللي هيقدر يكمل بيها، والله يعين الناس يعني. بس ممكن ان احنا مثلا نجيب ايه مفرش شكله حلو كده جميل ناكل عليه مثلا، هيكون شكله حلو. نجيب طبقين كده حلوين هنحطهم في النص، بلاش الاطباق دي، ممكن نجيب الاطباق اللي هي الالومنيوم اللي بنحط فيها الاكل، برضو بتكون شكلها حلو قوي، عادي ناكل فيها او نعمل فيها الاكل طواجن كده ونحط في الاطباق بتاعتنا. ممكن مثلا نجيب اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، نجيب كوسترات جديدة تغير اي تغيير كده. ان لازم ان احنا لازم زينة رمضان طبعا اهم حاجة، لازم ان احنا نحس كده باجواء رمضان. الحاجات دي احنا لما نستعد لرمضان بناخد حسنات عليها، يعني لازم كده بنتفائل وبنستقبل رمضان بكل خير وبكل تجهيز وبكل حب ان شاء الله، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. عايزة طبعا دعمكم ليا وعايزة تشجيعكم، لان انا مش لوحدي، مش هستمر، انا بيكم انتوا اللي هتقووني وانتوا اللي هتخلوني استمر ان شاء الله. طبعا وانا قلت لكم بدل المرة كتير انا بقبل اخطاء، اي حد عايز ينتقدني في حاجة هيقولها لي عادي جدا، اي حد عايزني اعدل حاجة مثلا او كده عادي برضو هقبلها، بالعكس ممكن اكون احسن، يعني لما تنتقدوني وتقولوا لي الاخطاء اكيد هكون احسن. هعمل لكم طبعا فيديو حلو جدا لتفريزات رمضان هينفعنا، وهنعمل الاغلب ان شاء الله اكلات
من غير اللحمة والفراخ، او لو فيها يعني رمضان ان شاء الله بيجي وبيجي خيره، فعلا بيجي وبيجي خيره. اكلات مش لازم خالص تكون فيها لحمة كتير، يعني ممكن نعمل اكلات اقتصادية اوي، وحاجات نستبدل اللحمة والفراخ والسمك والحاجات دي، ونعمل اكلات برضو تكون جميلة جدا جدا. فان شاء الله شجعوني كده، ولو لقيت منكم تشجيع هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. طبعا الكنب ده برضو انا هو بعمله بالمكنسة، بس ان شاء الله هغسله، يعني برضو هغسله ان شاء الله في دخلة رمضان. والدنيا كده يعني سبحان الله بيكون ليها روايح حلوة جدا جدا. وانا بنضف كده وبحط الزينة وبعمل تغيير ومش عارفة وايه، بتكون الدنيا حلوة. انا رمضان اللي فات كله قضيته على السطح، ما كنتش بدخل الشقة يمكن غير على النوم، كنت هو الاكل والنوم بس. بره بقى كنت قاعدة على السطح الفطار على السطح وكل حاجة والسحور، وكنت حاطة التلفزيون وفرشة السجاد، وكان الجو بصراحة رهيب. كان نفسي ان انتوا تشوفوه معايا المرة اللي فاتت. ان شاء الله ملحوقة ويجي رمضان علينا بخير، وهوريكم افكار حلوة وتغييرات حلوة. عايزة طبعا تشاركوني برأيكم علشان اشوف انتوا برضو بتعملوا ايه، وانا استفاد طبعا، يعني انتوا تستفادوا مني وانا استفاد منكم. قلت لكم قبل كده ان اللي بيقدم لكم محتوى على اليوتيوب او اليوتيوبر عامة، مش معنى كده ان هم خلاص ما بيغلطوش، او ان هم التوب في كل حاجة، لا خالص. احنا بنحاول بس نوصل لكم الحاجة او نشجعكم وكده، لكن يعني بنساعد بعض وبناخد رأي بعض وبنتعلم من بعض. اهم حاجة بنتعلم من بعض وبنستفاد، انتي بتتعلمي من غلطي وانا بتعلم من غلطك، والدنيا هي برضو بايه بتمشي. طبعا انا عملت الروتين البسيط ده معاكم، قلت بس اللي هو انا ايه هتسلى يعني كده، عايزه اقول لكم كلمتين ودردش معاكم في كلمتين، فرحت قلت هطلع هعمل روتين كده بسيط خالص. وما تنسوش تشتروا مبخرة فعلا او بخور، بلاش مبخرة لو سعرها عالي او كده. في عندكم بيبدأ من 15 جنيه اللي هو الفخار، وبيكون حلو جدا وبيسد برضو نفس طلب ده. بس انا دي عجبتني وكنت جايباها تقريبا ب80، بس حلوة جدا. الفخار برضو بيبقى نفس الفكرة، وممكن بتلاقوها في الراية في المنيا في الراية ب15 جنيه. كنت هجيبها بعدين مش عارفة، رحت قلت عشان انا بصور وكده، لكن انتوا ممكن عادي تجيبوا اللي هي العادية خالص. ما تنسوش طبعا ان انتوا تشجعوني وتدعموني علشان اكبر بيكم وليكم. واي حد طبعا محتاج مني مساعدة ومحتاج ان هو ياخد رأيي في حاجة، طبعا انا عناية ليه انا طول يعني. وما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو ده، وتعملوا سبسكرايب للي مش مشترك يعمل الاشتراك ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. حطوا لايك بقى، يعني انتوا ما هتخسروا ايه، حبوا الخير للناس عشان الخير يدخل لكم، يعني انتوا لما تحبوا الخير لحد الخير ده بيدخل لكم انتوا قبله. وباي باي بقى، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. هظبط لكم فيديو كده ان شاء الله يعجبكم.